سلام عليكم، اهلا بيكم في قناة البليد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن شخصية الريس حميدو او ابن حميدو، اللي هو اول ما كتير مننا بيسمع اسمه بيفتكر شخصية الممثل المصري اسماعيل ياسين لما مثل دور ابن حميدو على انه بحار ساذج بيقع في شوية مواقف بتحطه في اطار كوميدي ساخر، وده اللي صوره لينا الاعلام اليهودي في بلاد المسلمين. بس الحقيقة ما كانتش كده خالص، ده كان بطل جزائري مفيش زيه وليه بطولات ما تتعدش، ومن ضمنها انه قدر يفرض الضرايب على الولايات المتحدة الامريكية شخصيا. فحضر لي بقى جنبك بقسماطك ومج شاي بحليب بتاعك وخلينا نبتدي ونمسك تاريخ ابن حميدو من اوله. الريس حميدو او ابن حميدو، وهو محمد ابن علي الملقب بحميدو، اتولد سنة 1770 في حي اسمه حي القصبة في الجزائر، وكان ابوه خياط بسيط على قده ومعروف في الحي اللي هم كانوا ساكنين فيه. ومن وهو صغير كان بيحب البحر ونفسه يطلع بحار، ففضل يتردد على السفن ويسافر مع البحارة ويرجع معاهم. ومن ضمن البحارة اللي كانوا معجبين بيه وبشجاعته كان ريس كده مشهور وقتها واسمه الريس شلبي. وتمر الايام ويكبر ابن حميدو ويبقى اشهر قائد بحري في الجزائر، وتقدر عدد البحارة الجزائريين في عهده لاكتر من 130 الف بحار. واشهر 3 سفن حربية وقتها رعب البحر ومفتاح الجهاد والمحروسة. وبدأ نجم البحرية الإسلامية ابن حميدو بأنه يلمع ويسمع بره الجزائر، وقدر وقتها الأسطول الجزائري بأنه يوصل بعملياته لاسكتلندا والمحيط الأطلسي. ولما وصل ابن حميدو لسن 25 سنة اترقى من بحار لظابط، وفي فترة قصيرة اترقى من ظابط لأمير بحر، وقدر يبقى قائد لأسطول كامل. ومن حسن حظه ان كان طلوعه لمنصب امير بحر في الجزائر كان جاي مع الثورة الفرنسية ووصول نابليون للحكم، وده طبعا كان عامل فوضى كبيرة جدا في اوروبا. فانتهز ابن حميدو الفرصة دي عشان يقوي الاسطول الجزائري، وقدر في معركة من ضمن معاركه البحرية انه يستولى على واحدة من اكبر السفن اللي موجودة في الاسطول البرتغالي، وهي سفينة كده اسمها البرتقيزية، وكان عليها 44 مدفع وعلى متنها 282 بحار وشوية كمان، وراح مستولي على سفينة أمريكية اسمها أمريكانا، ده طبعا بالإضافة للسفينة الخاصة بتاعته. وبقى أسطوله مكون من ال3 سفن دول اللي قدر يفرض بيهم سيادته على البحر لأكتر من ربع قرن تقريبا. وفي عهد قيادته للبحرية الجزائرية استقلت أمريكا عن بريطانيا، وبدأت السفن الأمريكية ترفع أعلامها لأول مرة، ومشيت عادي في البحر كأن البحر ده ملوش كبير. بس يجي ابن حميدو والبحارة الجزائريين ويصلحوا لهم الفكرة دي ويدخلوا معاهم في معركتين. اول معركه فيهم قدروا الجزائريين بانهم يستولوا على سفينه من ضمن السفن بتاعت الولايات المتحده الامريكيه. تاني معركه بقى دي اللي كان فيها الباريس، لانهم قدروا يستولوا فيها على 11 سفينه امريكيه وساقوهم للسواحل الجزائريه. وده كان السبب اللي خلى ابن حميدو يقدر يفرض الضرايب على الولايات المتحده الامريكيه. وطبعا عشان امريكا لسه مستقله بنفسها جديد ولسه ما تمتلكش القوه البحريه اللي تقدر ترد بيها على الجزائر، فكانت عاجزة على انها ترد بالقوة العسكرية، وعشان كده اضطرت انها توقع معاهدة صلح مع الجزائر وتدفع لهم 62 ألف قطعة ذهب مقابل حرية المرور والحماية للسفن بتاعتها في البحر المتوسط. ده غير ان الوثيقة دي كان مكتوب فيها حوالي 22 مادة مكتوبين باللغة التركية، وعشان كده تعتبر الوثيقة دي من الوثائق النادرة لانها المعاهدة الوحيدة اللي وقعت عليها الولايات المتحدة وهي مكتوبة بلغة غير اللغة الإنجليزية، ودي عمرها ما حصلت من ساعة ما تأسست الولايات المتحدة لحد النهاردة. وبموجب الوثيقة دي قدرت أمريكا تسترد الأسرى بتوعها، وضمنت إن البحارة الجزائريين مش هيتعرضوا تاني للسفن بتاعتها. لكن بعد فترة نقضت أمريكا المعاهدة اللي اتعملت، وحصلت معركة بحرية كبيرة جدا بين أمريكا والجزائر. ومن الرغم من إن البرتغال كانت بتساعد أمريكا في الحرب، إلا إن عدد السفن الجزائرية كان كبير جدا بالنسبة للخصوم. بس للأسف خلال المعركة اتضربت قذيفة جامدة جدا أصابت الرئيس حميدو وكانت السبب في موته. وساعتها أعلن حاكم الجزائر الحداد 3 أيام في كل أنحاء الجزائر على روح
البطل ابن حميدو، اللي للأسف تم تشويه صورته البطولية لصورة هزلية غبية جدا. بس خلينا نلتمس العذر للممثل إسماعيل ياسين الله يرحمه، بأنه ممكن ما يكونش يعرف أصلا إن الدور اللي هيمثله ده ممكن يشوه شخصية بطل مسلم حقيقي. وبس كده فيديو النهاردة يكون خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو انت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، ولو حابب انك تنضم لعائلة البليد وتكون من أول الناس اللي بتشوف الفيديوهات أول ما بتنزل، فإحنا بننزل على القناة هنا فيديو كل أسبوع، والفيديو ده بيكون يوم الخميس الساعة 7. فلو قررت انك تنضم للعيلة ابقى عرفني في الكومنتات تحت. وبما انك مكمل الفيديو لحد دلوقتي فانت اكيد فاضي وما عندكش حاجة تعملها، فلو كلامي ده صح تعالى اضيع لك الفضا ده بحلقة كده كنت بتكلم فيها عن انسان اتربى بين الديابة في البرية، وعاش فترة كبيرة من حياته على انه ديب، يعني بيمشي على ايديه ورجليه وبياكل اللحمة نية. ده غير انه كان بيفهم لغة الديابة وبيعرف كمان يتواصل معاهم. فلو عايز تشوفها هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. سلام عليكم.